السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو كده مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رمضان كريم عليكم يا رب وعلى حبايبكم. هنا انا كنت عند والدتي، انا واخواتي، اختي واخويا ومراته وكده. ربنا يجعله عامر يا رب، يعني ايه، ما يجي علينا رمضان ان شاء الله ما نكونش حد حبيبنا فارقنا. انا طبعا بروح عند والدتي طبعا، ببقى مبسوطه ان انا مع اخواتي وكده، بس ببقى زعلانه يعني ايه ان ابويا ما بقاش معانا. يا ريت اللي يشوف الفيديو يدعي ابويا بالرحمه ويقرا له الفاتحه، معلش يعني فضلا. نبدا كده مع بعض. ربنا يرحم ابو موتنا طبعا وابائنا وكده إيه، نبدا هنا نعمل رز ببصل مع رز ببصل. معلش بقى سامحوني. جبت رز هنا عايرته على قدنا، على قد ما هعمل يعني. خرطت البصل، جبت الحلة على النار، حطيت بصل كمية حلوة كده وشوية زيت، معلقة سمنة كبيرة. هفضل اقلب في البصل كده لحد ما تدبل. هنا بقى طبعا ما نسيبش حاجة، يعني البصل كله ما نسيبش فرفوطة، يعني عشان ايه البصل غلى. تمام. شوية ملح كده علشان البصلة بتاعتي تدبل وتنزل ميتها بسرعة وتاخد لون معايا على طول ما تغيبش. افضل اقلب فيه كده علشان الحروف ما تاخدش لون على اللي في النص، يبقى كله لون واحد. لو مشيت وسبته ببقى موطيه. انا كنت هنا برضو بخرط بطاطس عشان نحمرها جنب السمك والرز وكده. واختي كانت بتعمل سلطه ومرات اخويا بتعمل عصير، واختي كانت بتعمل القصوص برضو. اللمه حلوه يا جماعه، يا رب ربنا يفضل يجمعكم على خير دايما ويجمعنا على خير يا رب، وما يدخلش بينا حاجه وحشه. اللمة حلوة، ببقى فرحانة بصراحة يعني وانا ملمومة مع اخواتي وكده. هنا زي ما انتم شفتوا البصلة اخدت معانا اللون دوت. حطيت المية طبعا تغلي، ما كنتش غسلت الرز. مش هغسل الرز غير لما المية تغلي. حطيت ورقتين لورا، فص ثوم، زي ما انتم شايفين كده. ورقتين لورا، بشرت بشرة جوز الطيب بشوية كزبرة ناشفة على شوية كمون. وحطيت الملح طبعا على حسب اللي انت عايزاه. كده انا غسلت الرز والمية غلت. هنزل بالرز، مقدار المية زي مقدار الرز بالظبط. الرز اللي هو الفلاحي بتاعنا المصري العادي بتاعنا. مقدار الرز بتاعك زي مقدار مية. هتحطي كوباية مية هي كوباية رز، كوبايتين مية هما كوبايتين رز. حطيتي حلة مية هي حلة رز. تمام. المية تغلي كده هنزل بالرز بعد ما غسلته كويس صفيته من المية. هفضل شايفين اللون بتاع البصله. كنت ممكن كمان يعني البصله كانت ممكن تغمق سيكه عن كده، بس ايه انا حبيت ان هي تكون فاتحه شويه كده. ومطلعه الرز معايا يعني لونه مش غامق قوي، وممكن تغمق لو انت عايزه الرز اغمق من كده. معلش بقى، انا كنت مكهرباهم اصلا في المطبخ، واللي يجي جنب التليفون ما يعرفوش ان انا بصور وكده، فهتلاقوا الايموشن دوت معانا طول الفيديو. اول ما الرز غلى كده بقلب الرز بشوكه، مش بقلبه بمعلقه عشان ما يعجنش معايا. بحس ان هو بيطلع يعني في الشوكه بيبقى مفرفر وكده، ما بيعجنش في المعلقه. هنقل الرز على نار اوطى شويه. خرطت البطاطس، بحط هنا خل واحط عليها شويه ملح وشويه ميه كده واركنها شويه. يعني خل وميه وشويه ملح. هنا عملت الدقه بتاعه السمك. انا غسلت السمك طبعا، انتوا عارفين هو بيتغسل ازاي وبتنضف ازاي. نقطعه الخشيش والخياشيم والزعانف بقى وايه وكده، يعني كله تحت الميه الجاريه، واغسله كويس قوي. بصراحه يعني بغسله شويه صابون سائل صغننين كده، وبشطفه كويس خالص بحس ان هو بيطلع الزفاره منه. وبعدين بحط عليه ملح وليمون، وبعدين بشطفه كويس واحطه في مصفى يتصفى. ده عملت الدقة، ملح وشوية كمون على كزبرة ناشفة ومعلقة هريسة شطة. وحطيت توم طبعا، ودقيت التوم بقرن حامي، فلفل اخضر حامي وقرن كوبي. وقلبت كله على بعض كده وعصرت عصرة ليمونة. وهبدأ احشي السمك. وممكن تفتحي فتحات في البطن، بس ما حبيتش يعني، ما كنت مستعجلة يعني، ما فتحتش كده. ساعات بفتح وساعات لا. تمام. ديت بقى روح قلبي بنت اخويا بقى، حبيت انها تعمل لكم باي كده في الفيديو. ربنا يبارك له فيها يا رب. هنا بنحمر البطاطس، وهنحمر البطاطس. واختي طبعا بتعمل السلطه، ومرات اخويا بتعمل ايه عصير المانجا. هنا بقى حطوا لايك وفعلوا الجرس بقى. ولو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا، حمرنا البطاطس. بحط رشه ملح وشويه رشه
7 بهارات، لا وبتبقى احلى بصراحه ببهارات الفراخ، بحب بهارات الفراخ بتديها طعم حلو. نقلنا حله الرز على نار اوطى وحطيت تحتيها الصاجه. هنا حمرنا السمك، حطيته في دقيق، لو كان في شويه نشا، ساعات بحط نشا وساعات لا، بس من غير نشا هو طالع معانا حلو قوي اهوت، وذهبي واصفر زي ما انتم شايفين اهو. لو وصلتوا معايا لهنا يا رب الفيديو يكون عجبكم. ودي عصير المانجا اللي مرات اخويا عملته، وديت الطبليه بتاعتنا، ربنا يجمعنا على الخير يا رب. ودي السلطه بتاعت اختي. مع السلامه.